هي كتبت حول استعدادات الأخضر لمواجهة المنتخب العراقي في الجولة القادمة من تصفيات آسيا للمونديال في جدة. التدريب الأخير للأخضر غاب عنه نواف العابد، والذي فضل الجهاز الفني إراحته لتعرضه لكدمة في قدمه. هذا وصرح القائد تيسير الجاسم أن مواجهة أسود الرافدين في جدة ستمثل أهمية كبيرة عما سبق، كونها السبيل الوحيد لتعزيز الصدارة. أما في الجانب الآخر فدشن المنتخب العراقي استعداداته لمواجهة نظيره السعودي بحصة تدريبية غاب عنها المحترف العراقي في الولايات المتحدة جاستن ميرام. الراية القطرية كتبت حول المواجهة القادمة للمنتخب القطري في طشقند، فكتبت الصحيفة العنابي يغادر إلى أوزبكستان بشعار لعل وعسى. وأضافت الصحيفة أن العنابي سيسعى للفوز على أوزبكستان على استاد بونيوتكور للدفاع عن روح الكرة القطرية. وحرص المدير الفني فوساتي في التدريب الأخير على الوقوف على أخطاء مباراة إيران وكيفية علاجها وتفاديها في مباراة الأمل الأخير أمام أوزبكستان. ختام الطبعة الأولى.